نحط كده الورقة بحالها ونبتدي ان احنا نلف. وعملنا كمية كبيرة زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا بعد ما عملت كمية كده اقطع وارص. يبقى احنا كده استغنينا عن التقطيع الكرنب، سهلنا على نفسنا. بس هتقطعي العرق من ورقة الكرنب وتخلي الورقة بحالها، وتبتدي تحشي وتقطعي بالشكل دوت في وقت واحد. ممكن نرص بقى الصوابع اللي هي مقاس بعضها ونقطعها تقطيعة واحدة بالشكل ده ونرص في الصينية. حاجة كده سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت نهائي. كمان هتشوفوا النتيجة معايا في آخر الفيديو، ان الصوابع المحشي ما اتفكتش من بعضها ولا حاجة. عشان خاطر ما تقلقوش ان انتوا تعملوا الطريقة دي. اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يعمل لنا لايك ومتابعة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد. كمان اكتبوا لي في الكومنتات لو انتوا شايفين الطريقة سهلة ولا لأ. هنعمل كمية كبيرة زي ما انتوا شايفين،